التثقيف الفكري. التثقيف الفكري إعداد وتقديم سليمة البوهي. الهندسة الصوتية والمونتاج أحمد حسين. الإخراج أحمد نجم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن موضوع بيهم ناس كتير من أولياء الأمور اللي صادفيننا اللي بيتعاملوا مع أطفالهم. إزاي أعرف إن ابني عنده توحد أو إيه هو التوحد؟ لأن بيصادف إن هما بيحصل تشخيص غلط لبعض الأطفال، بيكون انطوائي وبيتقال عليه إن هو توحد، أو يكون متأخر في اللغة وبيتقال إن هو توحد. التوحد ده عبارة عن اضطراب نمائي بيظهر في نهاية السنة الثالثة، يعني قبل ال3 سنين ما اقدرش احكم على ان الطفل اذا كان توحد او لا. بيظهر في ايه بقى؟ عندنا ضعف او صعوبة في التواصل اللفظي وغير اللفظي والتفاعل الاجتماعي واللعب التخيلي. يعني انا عندي ابني مش بيبتسم في وش اللي بيتكلموا، ده تواصل غير لفظي. مش بيسلم، مش بيحيي، مش حتى بيهتم ان هو يبص لحد بيكلمه. غير بقى ان هو متأخر في الكلام لحد 3 سنين، ممكن يكون ما تكلمش خالص، ممكن يكون بيتكلم حاجات بسيطة اقل مش مناسبة مع سنه. اللعب التخيلي اللي هو زي طفل يلعب بعربية يحركها، او يتخيل ان هو بيكلم حد قدامه، او يمسك عروسة او البنت تمسك عروسة تلعب بيها. هو بيبقى مفتقد للكلام ده كله، بينشغل بحاجات ملهاش لازمة. يعني مثلا ممكن يمسك عجلة العربية ويقعد يدورها ويلفها وينشغل بيها لساعات. اعرف منين ان هو توحد او انا ألجأ لمين؟ انا مش بلجأ لحد واحد بس، هو انا بيبقى في عندي فريق عمل كامل بيشخص لي التوحد ده. اول واحد ممكن اروح له اللي هو طبيب الاطفال، بس مش كل اطباء الاطفال يعرفوا التوحد برضه، بس انا ممكن ألجأ لطبيب الاطفال. بعدين طبيب تخصص، في تخصص دلوقتي ادق شوية من المخ والاعصاب، هو اسمه نفسية وعصبية اطفال، نفسية وعصبية طب اطفال، تخصص اطفال. ده بيبقى بيعرف السمات شوية للتوحد او بيتعامل مع اطفال التوحد اكتر من طبيب الاطفال العادي. يعني طبيب الاطفال العادي ممكن يشخص اي حد عنده تأخر لغة او عنده حاجات تانية ان هو طفل توحدي. ابني لو ظهر عليه شوية علامات من اللي انا قلت عليها قبل كده، ان هو مش بيتكلم او بينشغل بحاجات لفترة طويلة، وهنتكلم بعد كده على سلوكيات كتير كمان بتميز طفل التوحد عن اي طفل منطوي او طفل عنده اعاقة فكرية بسيطة او شديدة او كده. هنعرف نفرق بينهم، بس الاول احنا ممكن نلجأ للمتخصصين اولا، هما اللي يحكموا عليه. انا هودي لطبيب نفسية وعصبية اطفال، هيعمل له اختبارات في قوائم كتير زي جيليام، وعندنا في قوائم كتير، عندنا كارز، وعندنا في مقاييس كتير. هو ممكن طبيب الاطفال كمان او طبيب النفسية والعصبية بيحيله لحد اسمه اخصائي تربية خاصة، هو اللي بيستخدم معاه المقاييس دي كمان، او معلم التربية الخاصة اللي هو بيعلمه بعد كده. وعندنا كمان بنسأل الوالدين على بعض، خاصة الأم اللي هي قاعدة معاه، أسألها مثلا الطفل عامل ازاي معاكي، ايه المهارات اللي بيقدر يعملها، لما بتكلميه بيبصلك ولا لأ. في بعض المقاييس أصلا بتعتمد على ولي الأمر أو الأم، يعني أنا بستخدم عبارات معينة أسألها فيها، لو طلع مثلا من ضمن العبارات دي 8 9 موجودين عنده يبقى هو توحد. انما لو موجود حاجة او حاجتين ممكن يتشخص على انه هو تأخر عقلي، حاجات تانية غير التوحد. يا اما طفل محروم بيئيا، يعني ممكن يكون بيقعد قدام التلفزيون كتير، مامته مش مهتمية بيه اجتماعيا، يعني مش بتخرجه، ما بيشوفش ناس كتير، فطبيعي يكون جاله تأخر في اللغة. فاحنا هنلجأ لأخصائي كمان التربية الخاصة، واخصائي نطق اللي هو اخصائي التخاطب. كل دول مع بعض هم اللي هيقدروا ان هم يشخصوا لي ابني توحد ولا لا. هيستخدموا معاه المقاييس اللي هي مقاييس التوحد اللي انا اشرت ليها قبل كده. دي مقاييس كلها اللي بيطبقها المختصين،
ما اقدرش احكم من حد واحد بس. غير ان انا هشوفه، هعمل معاه فترة ملاحظة. انا ابتديت اشتغل معاه، لقيت اللغة اتحسنت، لقيت التواصل اتحسن، ممكن يكون كان حرمان بيئي، يعني هو محروم من الحاجات اللي المفروض كان يتعلمها. بعد كده بقى ببتدي اشتغل معاه برامج معينة. التثقيف الفكري. التثقيف الفكري، إعداد وتقديم سليمة البوهي. الهندسة الصوتية والمونتاج أحمد حسين. الإخراج أحمد نجم. راديو اسمعني بقلبك.